الاساطير احنا امبارح قلنا في الاساطير اللي فيه كده وفي بالضبط. احنا النهارده موجود معاك، وزي ما قلت لك الفيزا الجديده لسه بتتجدد كمان. اكيد اكيد اكيد. البرنس عبد الله ابو زمع، فخامه الاسم تكفي. حياك الله ابو زمع. والله كابتن، فخامه الموجودين تكفي صراحه. بارك الله فيك. يعني انا بالنسبه لي سعيد وتشرفت بالمجموعه الكبيره بالكباتن والاعلاميين وبحضرتك، وان شاء الله ربنا يسهل امورنا بهذا البرنامج، نعطي الافضل ان شاء الله بالايام القادمه. ومن الصحراء المغربيه، من المملكه المغربيه الشقيقه، الترند المغرب العربي، الاعلام الكبير، الاعلام السابق في قنوات بين سبورتس القطريه، الاعلام المغربي ماجد الشجعي. حياك الله وحيا الله سعود الاطلس وياك. بارك الله فيك، والمغرب مبسوط ما دامت التغطيه تشمل الوطن العربي. وهنيك كابتن علي على هذه الاسماء، انا سعيد واتشرف بوجود هذه الاسماء التي كتبت التاريخ. اتشرف اني مع هذه المجموعه في ارض العراق في بغداد. تحقق حلم لانني ازور هذا البلد. عرفوا الجمهور هسه؟ إيه؟ انت اللي قلت كان حلمي ازور بغداد. والله كان حلم. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة وفي أفضل أحوالكم. أصدقاء، كيف ما شاهدتم معنا في المقدمة ديال الفيديو يستحق أنكم تشاهدوه. وفي البداية كنحييكم بحرارة كل الناس اللي كتشجعنا وتحفزنا أجل أننا نزيدوا نستمروا في النشر ديال المزيد من الفيديوهات عبر الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس، إضافة إلى التعليقات ديالكم الزوينة، إضافة إلى الجيمات واللايكات ديالكم اللي كتخليونا الفيديو. فراه بسببكم الأصدقاء حنايا كنزيدوا نستمروا وكنطوروا من ذاتنا من خلال التعاليق ديالكم، من خلال التقييمات ديالكم للفيديوهات اللي كنحطوا. فتحية لكم الأصدقاء، باش ما نطولش عليكم نخليكم تشاهدوا الفيديو، نتلاقاو في النهاية ديالو إن شاء الله. ليش؟ لأنك تزور الماضي وتغوص في الحضارة البابلية وتستمع لقصائد في القصور العباسية لتعيش هذا التاريخ. هذا شيء تتميز به العراق وتصنع الاستثناء في المجال الحضاري، بلد الحضارة. سجلت مع الطفل صغير في ملعب الشعب وحققت حلم أن أتذكر المجد. كنت أزور هذا الملعب عبر مجلة الصقر القطرية، ولكن تحقق حلم زرته ميدانيا. سجلت مع الطفل صغير في عمر 7 و8 تحدث بتفاصيل عن تشكيلة المنتخب المغربي والأداء والأسماء المؤثرة. هذا الموضوع في التيك توك عامل ضجة، الموضوع تشير، الكل يتحدث عن العراق والشهادة لله. رسالة حب من كل المغاربة للشعب العراقي، مبسوطين من ما يحدث. شوفوا عدد الرياضيين العرب شباب اللي مشاركين بأولمبياد باريس، عدد الرياضيين العرب المشاركين. هاي الميوزك لو شوي تغيروا لنا اياها احنا بخير. زين، عدد الرياضيين العرب المشاركين في أولمبياد باريس، طبعا أكثر بلد مشارك الدنيا. الذكور 110، الإناث 56، المجموع 166. المغرب 46 ذكور، 18 إناث، 64 المجموع. الجزائر 27 ذكور توتال 46. تونس 28 رياضي مشارك التوتال. العراق 26. البحرين 15. قطر 14. الإمارات 14. الأردن 12. السعودية 10. لبنان 10. الكويت 9. فلسطين 8. جيبوتي 7. سوريا 6. ليبيا 6. جزر القمر 4. عمان 4. السودان 4. اليمن 4. موريتانيا 2. والصومال 1. بص، انا قلت لك في مصر وبحددها وهقولها 100 مره. مصر ما ينفعهاش الا لما يكون منتخب اول، اهلي، زمالك، في بيراميدز دلوقتي كمان. بس هتكلم على الثلاث انديه اللي هم كلهم مدربين اجانب. حلو. لو احنا هنتكلم على ان المنتخب المصري ما حققش انجازات الا مع المدربين المصريين، كلامك مظبوط. 15 دقيقة حتى تقسمها لمصر وللمغرب. بس إضافة أخيرة كابتن، بأقل من دقيقة. أقل من دقيقة. التكريم المدرب الأجنبي للتاريخ، من خلال هذا المساء سنكرم اسم راحل صنع أمجاد المغاربة. أول مدرب عربي إفريقي، مدرب أجنبي أوصل فريق عربي إفريقي للدور الثاني من كأس العالم، المهدي فاريا، كان اسمه خوسي فاريا.
اسمه الملك الراحل الحسن الثاني المهدي فارية، عشق المغرب، مات في المغرب، حقق لقب دوري ابطال افريقيا عام 85 مع الجيش الملكي، درب المنتخب وفريق الجيش الملكي، والاكثر من ذلك بانه كان يعطي حوافز من جيبه الخاص للاعبين الغير مؤهلين ماديا. هذه شهاده للتاريخ. معه وآن توحيد المدرسة، أسماء من أكاديمية محمد السادس، هي من صنعت المجد المغربي في المونديال الأخير. هناك تجانس تناغم فيما هو حالي. أنا مع توحيد المدرسة. مع التوحيد أكيد. مع توحيد المدرسه ولا لا؟ انا مع منتخب اول، قلت لك مدرب اجنبي. طيب حلو. مين ضد التوحيد؟ خلص بس ماشي مين ضد التوحيد؟ ضد توحيد المدرسه؟ توحيد اعطيني عامه. ضد توحيد المدرسه الكرويه لكل المنتخبات. كل منتخب معناتها تجيب جنسيه اجنبيه لكل المنتخبات. بالضبط. لا انا ضد جنسيه اجنبيه لكل منتخب. من ضد؟ شوف كابتن أنا كابتن علي اللي مع توحيد المدرسه على مستوى بلاده خليه يتحدثون. على مستوى بلاده. اللي مع توحيد المدرسه يرفع ايده بس. انا واحد. لا أنا عادي في ظل النتائج وما يحققه المغرب كم واحد؟ استثناء. كم واحد؟ انت توحيد انت يا كابتن ناج، انتم في المغرب تحكي على في اكاديميه محمد السادس في مدربين اجانب. كابتن حرام عليك المنتخب الاول مدرب مغربي، والمدرب الاول ما مش توحيد مدرسه. كابتن امين كابتن امين يزعلون عليك الجمهور المصري المغربي. مين مع توحيد المدرسه؟ مين مع توحيد المدرسه؟ واحد اثنين ثلاثة. توحيد المدرسة توحيدهم أكيد. أربعة. أوكي 4 ضد 3. طيب انت شنو؟ هذا يطول فيه الحديث. أنا ما يسرب رأيي. يطول فيه الحديث هذا. طيب حديث فيه يطول فيه الحديث. المنتخبين أو المنتخبان العربيان مصر والمغرب. المغرب بمجموعتنا، وعلى قولة بإكسكلوزيف ماجد الشجعي يقول إذا فاز المغرب أفرح، وإذا فاز العراق راح أصفق للعراق. هذا القلب والعاطفة أيضا يلعب معاه، أخذها من عباس عطية موضوع القلب والعاطفة. طيب يا حضري، هل يعقل، أنا سؤالي هل يعقل بالمنتخب المصري ورايح مشارك في دورة الألعاب الأولمبية وتكون في تسريبات للإعلام وفي مشاكل حاصلة بين رئيس الاتحاد المصري جمال علام مع محمد بركات والدنيا بايظة عندكم؟ إيه ده؟ اول شيء عشان موضوع التسريبات ده موجود في كل مكان في الوطن العربي كله. اكيد بيحصل فيه مشاكل حصلت في اثناء المعسكر، في تسريبات خرجت من المعسكر، وفي خلافات طبعا واضحه وموجوده بين رئيس اتحاد الكوره ومحمد بركات. اللي انا عايز اقوله دي ماهاش اول مره تحصل. المجلس الحالي اللي هو موجود في ماسك اتحاد الكوره، المجلس ده كله بالحق يتسمى عليه اسم مجلس المشاكل. مجلس المشاكل. ليه؟ مجلس اللي هو جه مسك 4 سنين او 3 سنين ونص، ما عملش اي حاجه للكره المصريه. كل حياته، كل كلامه مع بعضهم كلهم، كل التسريبات اللي بتطلع بره، كل القرارات اللي بتاخد، كل البيانات اللي بتتكتب، كله مشاكل. يعني بحال المجلس ده يتكتب مجلس المشاكل. كل واحد بيحدف المسؤوليه على الثاني. وصلتك ولا لا؟ بس انت ممكن تقاسي شوي على زملائك قاسي مين؟ محمد بركات وحازم امام، انا عمري ما كنت بانهم سبب المشاكل بالاتحاد هي دي المصري. العاطفه اللي عندك بقى. لا مش اللي عاطفه. انت قاعد تقول لي الكابتن لا مش عاطفه. الكابتن انت ما راح عباس. انا كابتن انت ما راح تخلي لك صاحب صديق بالموضوع. انا عندي مصر فوق اي حد، حتى لو قعد معايا 28 سنه تاريخي كله معاه. زعلوا منك يا كابتن. بركات حبيبك، واللي هم كانوا بيعملوه مثلا وانا موجود برضو كانوا حبايب، كنت انا حبيبهم. عملوا ايه؟ خلاص بقى قالها لك ما تخليش قدام نطلع بره بقى البتاع كرر الحكي. ونطلع ننشئ الغسيل بقى. لا طبعا احنا ما خلاص والنبي الله يهديك بقى على الساكت بقى. يعني انت عايزني ابقى حبيبهم، انت عايزني ابقى حبيبهم. اوكي. عشان بقول الحقيقه يا حبيبي انا ما كنتش حبيبهم. غسيل هو بيرمي ها. انا عايز دي تصفيه حسابات افهمها الان. انا والله ما عندي حسابات مع حد. الان افهمها. انا قلت لك والله حبايبك، انت قلت لي انا ما كانوا عندي، يضربوا فيا. والله ما عندي حسابات مع حد، صدقني. بلدي قدام اي حد، عشان بس بعرف كثير تفاصيل امور فنيه واشياء على المنتخب المصري ايضا، لكن حبايبنا في بالمغرب حاجات كتير. طبعا بكره حبايبنا في المغرب لهم حق علينا. وماجد الشجعي ممثل المغرب، ممثل الشعب المغربي والمملكه المغربيه في المنافس بتاعك. قول المنافس بتاعنا ها. راح نمارس في حرب بيننا بعد اذنك، بس حرب كرويه مش غير حرب. بعد اذنك ماجد معلش حبيبي، لا تقول المنافس بتاعي وهعيدها لك. المنافس بتاعي. اوكي.
اوكي. المغرب ولا انا غلطان يا المنتخب كابتن المغربي اسود الاطلس منافس اسود الرافدين في اولمبياد باريس. راح نستخدم عندنا بلدوزر يشوت من بعيد، عندنا رياض عبد العباس يكسر، عندنا علاء كاظم يراوغ ويحطها بالجول، فموجودين هنا. شنو اللي عاملين اسود الاطلس؟ تحضيراتكم، اموركم، اعطينا خطه اللعب بعد حتى طبعا اجمل ما في الخطه هي القراءات المسبقه انه اخر لقاء ما بين المنتخبين. حلو. ستكون هناك فرص لدراسه امور كثيره وما هي الحصيله في اول مباراتين. حتى اولمبياد 2004 كان اخر مباراه. طبعا هذه اللي فاز فيها المغرب وودع الدور الاول، وهنا نقف عند هذه النقطه. مباراة ودية لعبنا مباراتين يمكن. طبعا المغرب فزنا في المباراه. المغرب والعراق. الأساس في المغرب اليوم في ظل هذه النجاحات المتواصلة فك عقدة الدور الأول. المغرب من عام 72 لم يبلغ الدور الثاني، وبالتالي حتى النتائج لم تكن بالمبشرة، وهناك رغم من الجماهير في ظل هذه النجاحات وهذا الحصاد الكبير بالنسبة لكافة المنتخبات المغربية على المستوى النسوي، أندية المغرب قاريا، مشاركة المونديال، اليوم الكل يراهن من هو الربان. طارق السكتيوي اللاعب المميز وأحد أمهر اللاعبين المغاربة تاريخيا، رجل متفتح يؤمن بقدرات كل اللاعبين، صنع منظومة ما بين المحترفين 14 محترف، وأتاح الفرصة كذلك لمجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المحلي، علاوة على 3 أسماء ستكون بإضافة نوعية. طبعا أشرف حكيم القطار السريع، علاوة على سفيان رحيمي وما حققه كهداف في دوري أبطال آسيا، منير المحمدي. من يقيم هذا الرجل؟ طبعا عصام الحضري يعرف قيمة هذا الرجل ويمتلك الأدوات، وبالتالي هناك تجانس، هناك تناغم، مع التذكير بأن هناك أسماء أقل من 23 سنة شاركت في المونديال الأخير. هناك بلال الخنوس، أتحدث كذلك عن عبد الصمد الزلزولي، واللاعيبه اللي كانت لعبت في كاس افريقيا في النهائي برضه ممكن ما يكونوش موجودين في البطوله، لان في انديه رفضت برضه لهم. طبعا وهذا اشكال كبير. وجهت الدعوه لمجموعه من الاسماء شاركت في التتويج، وهو الوحيد للمغرب لاقل من 23 سنه قاريا على حساب مصر في نهائي كان كبير. نعرف موضوع رفض بعض الأندية، موضوع أنه الألعاب الأولمبية ليست بتلك القيمة وهناك حسابات خاصة، وبالتالي المغرب يؤمن بقدراته في ظل هذه المنظومة، يمني نفسه بأن يحقق إنجاز كبير، حتى أنه كان هناك تعتيم بالنسبة لطارق السكتيوي، رفض أن ينفتح على الإعلام، معسكر كان مغلق وواجه. في انتقادات، أنا تابعت الصحف المغربية طبعا في كان انتقادات كثيرة لطارق السكتيوي على موضوع إغلاق المعسكر وعدم. سأجيب على هذه النقطة. بس هذا بلغة إعلامية منطق ولا مش منطق؟ لكل مدرب وجهة نظر، أنا لا أتدخل في مفهوم. أنت كإعلامي عارف الأمور. أقول أنا ربما معاه في موضوع التعتيم تفاديا لمعرفة خطط الأسلوب الذي يلعب به هذا المدرب، وبالتالي قال أنا سأعتذر وهدفي أن أبلغ الدور الثاني، وبالتالي أمني النفس بأن أواصل الرحلة. مسألة التعتيم الإعلامي قال هذا قرار شخصي مبني على مصلحة المنتخب، ولدي حسابات خاصة تندرج في إطار الخطة والاستراتيجية. طيب هل من الإنصاف بسؤال أخير وباكر أيضا راح نكمل على المنتخب المغربي والمغرب، هل من الإنصاف الاستغناء عن طارق الشرعي؟ طارق الشرعي وهو الذي جلب كأس أفريقيا وأهل المنتخب المغربي لأولمبياد باريس، شنو اللي حصل بالتحديد؟ هذا سؤال مهم، ولكن ليس هناك بيان رسمي يؤكد أسباب ابتعاد هذا المدرب عن المنتخب، وبالتالي هذا المدرب سبق له المغرب في ظل ما حققه من إنجاز كبير. هناك من قال، وهذه أقوال ليس هناك خبر أو مصدر رسمي، ربما إشاعات أو أقاويل، بأنه رفض أن تشارك الأسماء الأولمبية مع المنتخب الأول اللي فوق السن. الأسماء هذه أقاويل وليست هناك ربما أخبار أو بيان رسمي. الجمعية المغربية الثلاث لاعبين الكبار رفض أن يكونوا مع المنتخب الأولمبي. لا هو لا ماشي، لا ده لاعبين المنتخب الأولمبي رفض أنهم يلتحقوا بالمنتخب الأول. العكس بالمنتخب الأول، مدرب عنده حسابات. هذه أقاويل، هذا ما يدور ويروج عن بعض الجهات، ولكن ليس هناك خبر رسمي، وبالتالي ما أعرفه بأنه جاء طارق السكتيوي بفلسفة، بقناعة، برغبة، والجميع صفق معنا وطرح عديد التساؤلات. لماذا تمت؟ هل هي إقالة من استقالة؟ لا نعرف. وهم نفس الحكاية في المنتخب العراقي. هو ما قالش هو دلوقتي، قال لك ليه ما قالكش؟ لأن مدرب حراس المرمى العراقي اللي هو المدرب الأول في المنتخب العراقي يكون موجود مع المنتخب الأولمبي. سألت مدرب الحراس استنى بس، وليه ما قالكش ان المدرب الثاني اللي بعد كاساس ان هو موجود
مع الكابتن راضي. ما قلت ليه ما قلتش حاجه جديده يا حبيبي نتحفظ على انت ما قلتش ليه؟ يا حبيبي من حقك ما قلتش لا من حقك تحفظ ما على قلتش ليه؟ أوراقنا. اشمعنى انت جيت هنا قلت المدير الفني كذا؟ مارس الضغط عليهم. ليه انت قلت المدير الفني هنا وما قلتش ان انت اصلا واخد يا المدرب حبيبي اللي بالحق يعتبر رقم تحفظ على 2 مع أوراقي. كاسياس؟ ليه ما قلتش انه واخد معاه مدرب الحراس؟ ليه ما قلتش انه واخد معاه مدرب ليه ما قلتش ان كاساس اصلا انت كنت عايزينه يبقى هو اصلا المدير مين الفني؟ اللي كان عايزه؟ انتوا مين انتوا؟ خلاص بقى اسال بقى يا اخي مين انتوا؟ ليه ما قلتش كده؟ مين انا؟ الله. تكلمت معك قلت لك كاساس ما هوش لازم انت بقى الله انت اوريدي ماسكه عشان هو بيقول لك مدير فني مشوه انت راح تصف انت الصف جنب المغاربه بالموضوع. مغاربه ليه؟ ما هو انا انت ويانا ولا علينا يا حضري؟ انا مع الحق تمام الحق منه وهيك راح اصيح لك مش عصام الحضري، عبد الحق الحضري. يا ربي ليه انت اصلا انت اتكلمت في معلومه حلوه نفس الحكايه انت لازم تقول المعلومه اللي عندك ليه؟ أوكي. هتقول ممكن مدرب حراس مرمى بيمر يعني زين عنده ظروف. خلاص ممكن بكره أوكي. نناقشها وممكن ما نناقشها. تمام؟ لا نناقشها بكره. اوكي نناقشها. انا حتى اختم. في رضا من الجماهير والاعلام المغربي على الثلاثه اللي فوق السن القانوني. طبعا رحيمي انت عارف لاعب امكانيه. لا اشرف حكيمي وايضا حارس سفيان المرمى. رحيمي ما حققه مع العين. نعم طبعا وهداف دوري ابطال اسيا. منير محمد جاء استدعاء بعد اعتذار ياسين بونو. صح. في اقاويل في هذا الموضوع لكن لا يمكن تحديد الموضوع. بس في رضا. طبعا مبدئيا هناك تجانس وتناغم ورضا حتى المؤازره الاعلاميه. باختصار امين. باختصار عندما نتحدث عن المغرب يمكن أن لا نتحدث عن سياسة المغرب الرياضية الناجحة من أنجح السياسات. والمغرب فتح معناتها مشروع كبير في كرة القدم في ريال، وراح نشوفه في الألعاب الأولمبية من أنجح الدول المغرب في السياسة هذه. تونس اتبعت نفس السياسة في السنوات الأخيرة وجلبت لاعبين توانسة اللي عندهم مع الدبل ناسيوناليتي أوروبية. المغرب يعتمد كثيرا في انتقاء المواهب المولودة خارج المغرب والتي لها أصول مغربية أوروبية اللي هم المغتربين بالعلاقة. إضافة أخيرة. نعم. في ظل رفض ريال مدريد لقدوم ابراهيم دياز، الجماهير المغربيه كانت تمني نفس بان يكون هذا اللاعب حاضر بالثقه. يا اخي عندكم ريشاردسون وعندكم ريشاردسون وعندكم إدارة الملك. شكر كبير من بغداد. انت عايز ايه؟ ده عندهم لعيبه حتى لو ما جاتش عندهم بسم الله ما شاء الله. انا ادري ما شاء الله عينك ثاقبه. دائما شيد بالمنتخب المغربي يا حضري. انا برفع لهم القبعه لان هم ناس ماشيين بسياسه بجد يعني احترافيه. خليني اسال سؤال لا حتى سؤال صغير سؤال باختصار. انا من ناحيتي ارى ان الكره الافريقيه افضل من الكره الاسيويه. انت شنو وجهه نظرك؟ اكيد على مر التاريخ. اكيد لاعتبارات كثيره. شوف بطوله كاس اسيا الاخيره وبطولة كأس إفريقيا، عندما نؤمن بثقل الأسماء، الكرة الذهبية اللاعب الإفريقي الوحيد هو جورج ويا الذي فاز بها عالميا. كذلك المنافسات وقيمة وأسهم الأسماء الإفريقية مع كبار الأندية في أوروبا. شكرا كابتن ماجد، شكرا لكل محللينا. حلقة اليوم طبعا كانت استهلالية، تحدثنا تقريبا عن المجمل العام من ما يدور بالمنتخب الأولمبي، المنتخب المصري، المنتخب المغربي أيضا. باكر إن شاء الله راح نناقش المنتخبات المتنافسة معنا بمجموعة العراق وبمجموعة مصر، وأيضا هي نفس المجموعة مع المنتخب المغربي، وإن شاء الله نفتح محاور كثيرة بالمناسبة حتى تكون الجماهير على اطلاع. حلقة الليلة انتهت. فكيف ما شاهدتي معنا اخوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم. ما تنساش انت ولا انت الا كنتي اول مره كتدخل لاشين ديالنا، ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس اكيد باش يوصلك كل جديد اللي كيتعلق اخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى السياسي. وشكرا لكم بزاف اصدقاء على الكومنتات ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على اللايكات ديالكم للفيديو. كنشكركم بزاف على كل داك الشيء اللي كتخليونا الاصدقاء، وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام.